اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة النهاردة سهلة وبسيطة، بمية ودقيق هنعملها، وكمان من غير فرن، وكمان هيطلع معانا طري جدا. هنعمل مع بعض عيش الطاسة او العيش السوري او عيش الشاورما، زي ما انتوا عايزين تسموه. وهنعمل كمية حلوة جدا من كيلو دقيق. تعالوا بينا ندخل على الوصفة بتاعتنا ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. معايا كيلو من الدقيق، طبعا تقدري تعملي نص كيلو حسب راحتك. حطيت عليهم معلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة من السكر، وهنعجن بمية عادية جدا من الحنفية. حاجة واحدة نسيت احطها قبل ما احط المية، هي الزيت. معايا 5 معالق كبار من الزيت، هبدأ اللي انا احطهم. 3، 4، 5. تمام كده. هبدأ بقى اللي انا الم الزيت كده مع الدقيق كويس، اشربه بالزيت، وبعد كده هكمل عجن بالميه. طبعا الميه ملهاش مقدار، مش كل الدقيق زي بعضه، تمام؟ فانتي هتحطي شويه بشويه كده علشان ما يجيش لين معاكي قوي. فهتلمي بقى العجينه لحد ما تتلم معاكي وتبقى عجينه طريه. شايفين؟ بحط شويه بشويه، ما بكترش الميه خالص علشان ما تجيش الميه معايا كتير. فضلت اعجن فيها كده حوالي 7 دقايق لحد ما اتلمت معايا وبقت ناعمة وبقت طرية بالشكل ده. طبعا احنا مش حاطين خميرة، فاحنا مش هنسيبها تتخمر. فجبت كده صينية مرشوشة بالدقيق، وهبدأ اللي انا اقطع العجين بتاعي لكور صغيرة. طبعا الكور اللي انت هتقطعيها على حسب حجم الرغيف اللي انت عايزاه رغيف صغير او كبير او وسط، ده بيرجع ليكي. فهو الحجم ده حلو جدا. عايزة تكبري اكبر من كده براحتك. هغطيه بقى واسيبه يرتاح 10 دقايق علشان يتفرد معايا بكل سهولة. انا سبته ربع ساعة على ما جهزت بقية الحاجة اللي حواليا. تمام. جبت بقى كده النشابة، وهبدأ اللي انا افرد العجين بتاعي. بترشي رشة دقيق من تحت ومن فوق علشان ما يلزقش منك، ولو احتاج رشي بس ما تكتريش قوي. تمام. بدأت بقى اللي انا افرد رغيف العيش بتاعي بالشكل ده، وحاول اللي انت ترققيه على قد ما تقدري علشان يديكي نتيجة حلوة. حجم الرغيف ده كده حلو جدا. كل لما بيتفرد معايا بفرد، بلاقيه بيتفرد بفرد معايا. تمام. فبيتفرد بكل سهولة. شايفين ايدك بقى بتبان كده من تحته بالشكل اللي احنا شفناه ده. هركنه على جنب، وتعالوا نعمل كمان واحد. بحط كده رشة دقيق من تحت ومن فوق، وببدأ اللي انا افرد بالشكل ده بالعجلة بقى بالنشابة على حسب ما انتي عايزة. هي ما شاء الله العجينة طرية، ولما تسيبيها ترتاح معاكي بتتفرد معاكي بكل سهولة. وطبعا الدقيق علشان ما يلزقش منك وانت بتفرديه. كل لما يتفرد معاكي وتلاقيه بيتفرد بتجيبي من النص كده على بره. تمام. وحاولي اللي انت يبقى كله مفروض زي بعضه علشان ما تبقاش حته تخينه وحته رقيقه. تمام. نعمل واحد كمان وبعد كده نبدأ في التسوية. علشان الجو حر ما تفرديش كله مرة واحدة، علشان ممكن العجين يسيح منك، وفي الاخر تيجي تشيليه تلاقيه لزق ما يتشالش معاكي ويتعجن معاكي تاني ويتلم، وترجعي اللي انت تلميه تاني وتعجنيه تاني او تكوريه تاني وتسيبيه يرتاح وبعد كده تفردي. لا يعني انت ما تعملي اول باول كده افضل، او تعملي 2 ب2. اعملي 2 وبعدين سويه. انا بعملت كده 3 في الاول، وبعد كده جبت الصاج بتاعي حطيته على النار لحد ما سخن، وبعدين خليت النار تبقى وسط، وحطيت رغيف العيش بالشكل ده. اول ما لقيت شمع كده معايا وهيبدأ اللي هو يتحرك كده، بهزه كده لقيت اتحرك، بقوم قلباه على الناحية التانية. ثواني من هنا وثواني من هنا كده علشان يستوي معايا ويبقى زي الفل. شايفين بقى؟ ما بياخدش وقت خالص. ما بتديهوش بقى لون علشان ما ينشفش منك. انت مجرد ما تلاقيه استوى كده معاكي هو بيبان قدامك اصلا، بتشيليه على طول. واول ما تطلعيه طلعيه على فوطة علشان ما ينشفش منك، وغطيه. تمام. يعني تطلعيه على فوطة وتغطيه. حطيت واحد تاني بدأ يتشمع معايا، بدأت اللي انا اقلبه، بحركه كده لقيته بيتحرك، خلاص بقوم قلبه. تمام. وبطلعه برضو زي التاني بحطه ومغطياه بالفوطة. بفضل اعمل بقى كده لحد ما بخلص الكمية بتاعتي كلها. وبعد كده بدأت اللي انا اعمل اللي انا اعمله بخبزه اول باول. يعني انا عملت واحد بقوم حطاه على البوتاجاز على طول، على ما بيستوي بكون فردت التاني. ما بياخدش وقت معايا خالص وخلص في منتهى السهولة.
شايفين بقى الجمال والحلاوة. بعد بقى ما خلصت الكمية بتاعتي زي ما قلت لكم انا مغطياه بفوطة، الكيلو عمل لي كمية حلوة جدا. يعني تقدري تعملي اكتر من الكيلو كمان وتفرزيه عندك وقت ما تحبي اللي انت تطلعي هتطلعي وتعملي، ومش مكلف خالص. شايفين بقى ما شاء الله طري قد ايه. تعالوا ما نلفه كده ونشوفه مع بعض. حاجة كده في منتهى الجمال. شايفين حتى كمان لميته ما شاء الله، ولا تقطع ولا اي حاجة. طري جدا الله اكبر عليه. احلى عيش سوري عملناه، او عيش الشاورما او عيش الطاسة. هتعملي بيه سندوتشات شاورما، سندوتشات بطاطس، سندوتشات، اي سندوتشات بصراحة انت عايزة تعمليها فيه مش هيقول لا. حاجة كده تحفة جدا. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ لو انت بقى عايزة تفرزيه هتحطي كام واحد كده، مثلا 5 او 4 على حسب استهلاكك يعني، على بعض كده، وتطبقيهم بالشكل ده وتحطيهم في كيس، او ممكن تحطيهم كلهم مع بعض. يعني انا بقول لو حطيتي مثلا كذا واحد مع بعض علشان ما تطلعهمش كلهم مرة واحدة، على حسب احتياجاتك. عايزة تحطيهم كلهم في كيس واحد وتحطيهم في الفريزر، هيبقى تحفة جدا. جربوا العيش اللي احنا عملناه النهاردة، عيش الطاسة، هيعجبكم جدا جدا. واشوفكم